السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم في أسعد حال وأتم صحة، اللهم أمين. موضوعنا النهاردة إمتى النرجسي يهدد إنه يسيب البيت، وهقولك تعملي إيه في الحالة دي. تمام، زي ما اتعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. الأول أهنيكي إنك انتي النرجسي بيهددك إنه يسيب البيت. معنى كده ان انت مش ضحيه، معنى كده انه فشل في اخضاعك وفي السيطره عليكي، معنى كده انك انت ما تحولتيش لمسخ من شخصيته، معنى كده انك انت شخصيه مستقله بذاتها. ما بتصدقيش النرجسي، لا بتصدقي كرهه ليكي ولا بتصدقي حبه ليكي ولا بتصدقي غضبه، وبالتالي هو اعلن انه يسيب البيت. تمام. الاهم من ده كله انك لازم تتأكدي انه نرجسي اصلا ولا مش نرجسي. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون مش نرجسي، وعشان حضرتك بتتبعي استراتيجيات تعامل مع النرجسيين فهو رفض المعاملة دي، وهو بناء عليه علشان يلزمك انك انت تعامليه صح بالاسلوب اللي هو يرتضيه لكرامته كرجل. خلاص، فهو عايزك، بيهددك انه يسيب البيت. خلاص، وعايزك ترجعي لمعاملتك الاولى. خلاص، فحاولي انك انت تتاكدي اهم شيء انه نرجسي فعلا. خلاص. طيب، امتى كمان النرجسي بيهدد انه يسيب البيت؟ النرجسي بيهدد انه يسيب البيت لما الاعباء والطلبات تزيد. النرجسي معروف انه شخص غير متحمل المسؤوليه، بيهرب دايما من المسؤوليه، وخصوصا لو انت عامله فيها هيرو ومتحمله المسؤوليه في كل حاجه، وبتشتغلي وبتساعدي في مصاريف البيت وبتساعدي في مصاريف الاولاد، فبالتالي بيسيب البيت، بيضرب عصفورين بحجر. اول حاجه انه يتهرب من مسؤولية المصاريف والدوشة والاولاد والقصة دي كلها. تاني حاجة يصدر للناس كلها ويعلن للناس كلها انك زوجة لا تصلحي. واحد بيسيب البيت لمراته، تبقى مراته دي ايه؟ اكيد ديناصور. فاهمة؟ الناس للأسف بتاخد، الناس العادية، الناس اللي هي ما عندهاش خلفية في الشخصيات مثلا، او ما عندهاش خلفية انها تكتشف شخصية الشخص ده. خلاص، خصوصا ان هو بيبقى ليه يعني قدرة فائقة على التمثيل وعلى ان هو يمثل الشخص الملتزم المتزن، الشخص المحترم، كل ده. فعشان تثبتي العكس انت بتدفعي ثمن كبير جدا 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 من صحتك ومن عمرك ومن كل حاجة. خلاص. طيب، امتى كمان النرجسي يهدد انه يسيب البيت؟ بيهدد انه يسيب البيت لما يكون انت مسيطرة قوي، واخده بالك من كل ألاعيبه كويس جدا جدا جدا، مش بتنصاعي ليه في اوامره. خلاص، بتاخدي قرارات منك لنفسك من غير ما ترجعي له، وفي نفس الوقت هو ملوش مصلحة معاكي. يبقى في الحالة دي هو لا عارف يسيطر عليكي، ولا عارف انه يبوظ نفسيتك، او ان هو يشوه صورتك الذهنية عن نفسك. خلاص، وفي نفس الوقت هو مفيش مصالح ليك، ملوش مصالح معاكي. يعني لا ليه مصالح مثلا في تحسين صورة، ولا ليه مصالح مثلا في فلوس مثلا بيتقاضاها منك، او انك انت مثلا متحملة عنه حاجات كتير مثلا. لا، مفيش مصلحة خالص هو واخدها منك، فبالتالي بيعلن برضو انه يسيب البيت. تمام. النرجسي برضو، امتى النرجسي برضو يهدد انه يسيب البيت؟ لما تمنعي عنه 3 حاجات: وقود، خدمة، علاقة. عشان برضو الناس اللي جديدة معانا اللي مش فاهمة يعني ايه وقود. الوقود هو رد فعلك، هو رد فعلك، سواء رد فعل سلبي في صورة بكاء، صراخ، غضب، رياكشن بتاعك بناء على تصرفاته معاكي. خلاص، او وقود ايجابي، انك انت بتحسني صورته، انك انت بتشكريه، انك انت بتدعي له، انك انت بتحسسيه انه شخص محترم جدا بالنسبه لك، انك انت ما كنتيش تحلمي ان ربنا يرزقك بيه. كل ده وقود ايجابي للنرجسي. خلاص، فلما بتمنعي عنه ال3 حاجات بقى، لا بتخدميه ولا بتعملي اكل ولا بتغسلي ولا اي شيء، وما فيش علاقه زوجيه، وما فيش
وقود خالص انت سايباه وعامله له صمت عقابي او مخصماه شهور او كده، فبيعلن انه يترك البيت. خلاص. طيب في حاجه كمان، النرجسي ناس كتير تقولك ايه، لا ده هو عايز يسيب البيت اصل هو عايز يتجوز. لا، لازم تفهمي حاجه، النرجسي مهم جدا 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 بالنسبه له البيت الاول، الزوجه الاولى، لان البيت الاول وولاده الاولانيين والزوجه الاولى بيعني ليه الامان. خلاص. فبالتالي هو مستحيل يفرط فيكي كزوجة أولى أو في البيت الأول، علشان مستقبل مجهول، عشان واحدة جديدة لسه داخل يعني لسه متعرف عليها، أو مفيش مواقف تثبت ولائها وأمانها ليه زيك. خلاص. فبالتالي هو هيسيب البيت ويمشي؟ لا، النرجسي ما بيفكرش كده أبدا. فاهمة؟ ولو فكر بالاسلوب ده مش نرجسي، يبقى شخص طبيعي زهق من الزوجة الأولى، خلاص مش شايف نفسه معاه، فبيتجوز واحدة تانية ومش وبالنسبة له الزوجة الأولى خلاص. يعني هو الناس الطبيعية، الأشخاص الطبيعيين، الرجالة الطبيعيين، لما بيشوف زوجة تانية خلاص بتبقى الزوجة الأولى بالنسبة له انتهت. ليه؟ لانه صبر عليها كويس قوي وقدر ان هو يحتويها كتير كتير كتير، وهي برضو تعباه، فبالتالي ما بياخدش خطوة الزوجة التانية لما بيكون يعني خلاص هو تعب بما فيه الكفاية وما فيش فايدة في إصلاح الزوجة الأولى. خلاص. لكن النرجسي لما بيجي يختار الزوجة التانية تبقى الزوجة الأولى معاه ممتازة وكويسة ومفيش أي غلطة فيها، ولكن هو بيتجوز الزوجة التانية كلنا عارفين عشان تعدد العلاقات النسائية، عشان يثبت رجولته، علشان بالنسبة له الزوجة التانية هي إثبات لرجولته، لأن كلنا عارفين برضو إن الزوجة الأولى بالنسبة للنرجسي هي بيعملها كأم، هي الأم. خلاص. ما بيعملهاش كزوجة. تمام. فده برضو من ضمن الاسباب. طيب هقولك هتعملي ايه في الحالة دي ان شاء الله، ان هو بيهددك انه يسيب البيت. هقولك تعملي ايه ان شاء الله في الفقرة اللي جاية. هتعملي ايه لما النرجسي يقولك انا هسيبلك البيت وامشي، ويهددك بالاسلوب ده انه هيسيبلك البيت ويمشي؟ اهم حاجة انك ما تمنعيش الثلاث حاجات، يعني الثلاث حاجات الاساسيه اللي هو الوقود والعلاقه والخدمه، ما تمنعيهمش. ولو هتمنعي حاجه تبقى حاجه واحده فيهم بس اللي هتتمنع. خلاص. حاولي انك انت ما تبقيش دايما يعني ما تتمسكيش انك انت تثبتي انك انت على صواب. ما تخليش معيار الكلام بينك وبين النرجسي ان هو الغلط وان هو في كورنر الغلط، وانك انت الملاك المنزل اللي ما بيغلطش خالص اللي في كورنر الصح. خلاص. لان الموضوع ده هو ما يقبلش على نفسه اي حاجة غلط، وما بيعترفش بخطأ، وما بيتعلمش من الخطأ بتاعه اصلا. خلاص. فعلى هذا الاساس مفيش داعي انك انت تثبتي انك انت على حق، لان هو كده كده مش هيصلح الغلط ومش هيرجع عن اللي في دماغه. فوفري دماغك انت وما تعمليش يعني ما تثبتيش على موقفك جامد انك انت، خصوصا لو النرجسي ده هو اللي بيصرف على البيت وانت ما عندكيش اي استقلال مادي. خلاص. يعني اللي انا بقوله ده لو النرجسي هو اللي متحمل مسؤولية البيت وهو اللي بيصرف على البيت في كل حاجة، خلاص، وانت ما عندكيش لا استقلال نفسي ولا استقلال مادي عن النرجسي، يبقى في الحالة دي نهدي الجو شوية و نتنازل شوية. مش انك تكوني ضحية ولا حاجة، ولكن ما تحاوليش ان الحوار بيني وبينك يكون في صورة مين الغلطان. خلاص. كمان اوعي تعاتبي النرجسي، ما تعاتبيش النرجسي. ولو مصر انه يسيب البيت قول والله براحتك، يعني ادام انت وجهة نظرك كده انا مش هقدر امنعك، واسكتي. خليكي ايه هاديه خالص، وفي نفس الوقت انت قايمه بواجبات البيت، بتطبخي، بتعملي اكل، بتشوفي خدمه الاولاد والبيت وطلبات البيت وكده، فالدنيا مظبطه بالنسبه لك. فهو كده بقى ايه بقى، هيطلع هو اللي مجنون قصاد الناس. فاهمه؟ فما تعاتبيش النرجسي، لان برضو العتاب مش هيجيب معاه اي نتيجه. تمام. طيب من ضمن برضو الحاجات ان تكون معاملتك حياديه.
يعني ما تظهريش انك انت خايفه انه يسيب البيت، ولا تظهري انك انت بارده اوفر ومش مديه الموضوع اهميته انه يسيب البيت. خلاص. حاولي انك انت دايما انك انت اسلوب تعاملك معاه ان احنا بنحافظ على البيت، ان احنا بنحافظ على شكلنا قصاد الناس، ان احنا مش عارف ايه. خلاص. موضوع وما تزوديش قوي في موضوع الناس، لانه لو حس ان راي الناس فيكي يهمك هيشوه سمعتك على طول، خصوصا لو ملوش مصلحه معاكي. تمام. كمان ما تعتذريش للنرجسي في سبيل انه ما يسيبش البيت. خلي بالك بقى من النقطه دي، اوعي تعتذري للنرجسي. يعني اذا كان موقف ترك البيت على اعتذارك، اوعي تعتذري. خلاص. اعتذارك معناه انك غلط في كل شيء من اول دقيقة هو شافك فيها، من 20-30 سنة فاتت فترة جوازك. خلاص. فما تعتذريش ابدا، وحاولي انك انت تحطي الموضوع في بشكل موضوعي. يعني ان الموضوع ترك البيت دوت انك انت تتعاملي مع النرجسي فيه او تتكلمي فيه بشكل موضوعي وبشكل منطقي. خلاص. مش مين الصح ومين الغلط، وانك انت بتعتذري عشان هو ما يسيبش البيت. هيفضل كل شويه كل دقيقه يسيب البيت في سبيل انه يحطك في كورنر الضحيه، وطول ما انت في كورنر الضحيه مالكيش طلبات ولا ليكي حقوق ولا ليكي عين اصلا انك انت تفتحيها فيه. تمام. طبعا لو في اي سؤال تاني عايزه تستفسري فيه حطيهولي تحت الفيديو. كده خلصنا اجابه السؤال. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.